إلى كل شخص مواقفه في الحياة مواقف سلبية ومائعة. المسلمين بيقتلوا في كل مكان وهو مش هنا. القرآن الكريم مثلا يساء إليه وكأن الأمر لا يعنيه. الدنيا في عالمنا الإسلامي ومن حوله من كافة طوائف الناس، كل الناس في بلاءات ومشقات كبيرة وهو كأنه ليس من المسلمين. نقول له الآن في هذه المناسبة يمكنك أن تتخذ قرارا عمليا بترك هذه السلبية وبترك هذه اللامبالاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لا يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. من لا يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. طب ناخد المثل من هذه المناسبة منين؟ ناخد هذا المثل من أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنصار في المدينة قبل الهجرة لما كانت يثرب عايشين آمنين مطمئنين، عندهم الطعام والشراب والأمن والكفاية والحرية وكل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة يطاردون ويعذبون ويحبسون في شعاب الجبال حتى مات منهم الكثير. هل يبقى المسلمون الآمنون في يثرب على أمنهم وطمأنينتهم وإخوانهم في مكة هكذا وكل حي حر في حاله؟ كلا. فيأتي كما جاء في الحديث عند الإمام أحمد في الرواية أيضا عن سيدنا جابر: يجلس بعضهم إلى بعض قبل موسم الحج الأخير قبل الهجرة، يقولوا لبعضهم: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطاردون في جبال مكة وشعابها؟ يعني إيه؟ يعني نروح ناخد قرار عملي بإنقاذهم من هذا الوضع الذي هم فيه، قرار عملي بنصرة عملية ليس بمجرد كلام. قال: فارتحل إليه 70 منا، 70 واحد مسافرين موسم الحج عندهم قرار قطعي بعقد اتفاق لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبالفعل في أيام منى زي الأيام اللي احنا فيها ديت أيام التشريق تسللوا وجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعقدوا معه بيعة العقبة الكبرى المشهورة في التاريخ، التي عاهدوا النبي فيها صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه وأن يؤووه وأن يمنعوه مما يمنع منه أبناءهم ونساءهم. ومضت البيعة على ذلك، وأمر الرسول أصحابه بعدها بالهجرة إلى المدينة، وهاجر النبي بعده. قرار عملي. لذلك كل واحد سلبي واخد جانب السلبية في حياته تجاه أحوال المسلمين، نقول له: دع هذه السلبية جانبا وخذ قرارا عمليا أن تنصر دينك وإسلامك على قدر ما تستطيع. مش بنقول لك حرر الكون، ولا بنقول لك أوقف الحروب المشتعلة في الأرض، ولكن على الأقل ما تبقاش واقف على جنب. على الأقل مد اليد بما تستطيع من مساعدة، تكلم بلسانك بما يمكنك التحدث عنه، خذ المواقف القوية التي تدل على أن المسلمين في يقظة وليسوا في نوم ولا سبات ولا في موت. تخلق بأخلاق الإسلام موقف عملي يجعلك مسلما ينظر الناس إليك فيرون الدين متمثلا فيك.